ايه ازيكم؟ النهارده هنتكلم في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر واللي انتهى بفوز الاهلي 2-0 بهدف بن شرقي وهدف لمروان عطيه. مبروك لجمهور الاهلي قبل اي حاجه. مبروك على السوبر وهارد لك لجماهير الزمالك. ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، مش كومنت جميل زي اعمل كومنت حالا بلا فعلا زي لايك جميل حالا بلا بلا. قصدي اعمل لايك باللايك. اللايك جميل زي كده حلو. لايك غليظ على رأي الدك. مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا ونبدأ بينا. انا شفت ان الاهلي بدأ الشوط الاول، عمل ماتش كويس هايل في استرجاع الكورة، في الضغط، في ان هو نزل عايز يكسب، في السيطرة، في ماسك زمام الامور والملعب. وحسيت الزمالك مش احسن حاجة، ما جاش غير هجمتين بس كانوا خضار، بس هما تقريبا دول اكبر هجمتين في الشوط الاول، هي الكرة بتاعت شيكو بنزا والكرة بتاعت عمرو الناصر اللي اتصرفوا فيها بغرابة. انا مش الحمد لله ان هم اتصرفوا التصرف ده يعني. الله يكون في عون جماهير الزمالك على شافتهم من اللاعبين دول الصراحة، يعني مستوى صعب الصراحة منهم يعني، وحاجة مش كويسة اليوم يعني. بس أنا شايف إن الأهلي لعب شوط كويس، ضيع كذا كورة، ضيع كورة شوطة تريزيجيه من بره ال18 صدها عواد، كورة الدبل كيك بتاعت ياسين مرعي، شوطة اللي جريديشار خبطت في الدفاع، وشوطة زيزو اللي راحت في المقص كانت حلوة أوي، كان نفسي تدخل جون بس للأسف عدت من فوق المقص بحاجة بسيطة. دي كان وجه بقى في الدقيقة حاجة و30 أو حاجة و40، راح عرضية زيزو العالمية البالونية الحلوة أوي اللي تسفر عن تقدم الأهلي 1-0. عرضية بالونة حلوة أوي، بسبوسة كعب محني قصدي رافعة إيه بسبوسة، كنافة بالقشطة كأنها كده بالظبط حرفيا يعني. عرضية حلوة أوي بلسم. عرضيات زيزو اللي بالمسطرة دي حلوة أوي بحبها أوي. تروح لبن شرقي، بن شرقي يروح مستلمها بصدره، يروح إيه بعد كده إيه كاتمها كتمة حلوة أوي، يخرب بيتك إيه الكتمة دي يا اسطى، حلوة أوي وحاططها وعارف رايحة فين. ولا لعيب كبير أوي الصراحة، كعبه على الزمالك. وجون حلو الصراحة أوي، أديله 10/10. ويخلص الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0. نزل الشوط التاني، بدأ الشوط التاني بثلاث تبديلات للزمالك أو تبديلين تقريبا. خرج عمرو الناصر ونزل الجزيري، وخرج تقريبا شيكوبانزا ونزل الفينا تقريبا، ولا مش متذكر مين اللي خرج، أو سيف الجز سيف سيف كان اسمه ايه ده، سيف ده اسمه سيف ايه، سيف فاروق جعفر. خرجوا ونزل الفينا، بعد كده نزل احمد شريف. تبديلات ما سفرتش عن حاجه يعني، والزمالك الشوط التاني من اسوأ هنا، عملوا مباراه سيئه ما جوش الصراحه يعني. الاهلي برضو عمل شوط تاني كويس احسن شويه، بس الهجمات قلت. كان في شوط لتريزيجيه، والدقيقه 69 اسفرت عن هدف رائع 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 اكتر من رائع، اللي اسمه ايه ده، طاهر. عرضيه طاهر حلوه قوي، عدى بطريقه جميله قوي، راح لاعب الكره فوق لمروان عطيه، عدى من حلو قوي من عبد المجيد الزبون كالعادة اللي ياما بيتلم وياما بيجبهده، دي بتبقى شوارع بالنسبة لنا. بتلعب عرضية لمروان عطية يحط التاني تخلص المباراة. أنا من وجهة نظري شايف الأهلي عمل مباراة كويسة، ويسر بملامح تشكيلته ابتدت تظهر، التشكيلة بتاعته ابتدت تظهر و... أداؤه على بعض اللعيبة ابتدى يتحسن، يعني واحد زي محمد هاني اتحسن، كوكا ابتدى يتحسن، طاهر ابتدى يجي منه، مروان عطية اتحسن، ديانج ابتدى يتحسن، تريزيجيه ها ابتدى شوية بس لسه برضه محتاج، زيزو اتحسن، محمد رمضان هتلاقيه جاي مع الوقت برضه معاهم. شايف إن الأهلي عمل مباراة متكاملة يعني، ومباراة تدرس الصراحة، وبداية حلوة أوي للأهلي. أتمنى نستمر على الأداء ده، والقادم يبقى أفضل لينا إن شاء الله. مبروك للأهلاوية وهارد لك للزملكاوية. بس ده كان فيديو النهاردة سريع، قلت أطلع أقول لكم إيه رأيي في التشكيل وبتاع، ورأيي في المباراة وفي مباريات المباراة. وآخر حاجة قبل ما أختم نقيم اللعيبة، وعايز أقول لكم على حاجة أخيرة قبل ما أختم الفيديو. نيجي تقييم اللعيبة، اسمه إيه ده، بتزرع من الزمالك نزل 0 ما حسيتوش. جزيري 6 كويس عليه يعني. نزل أحمد الشريف ما حسيتوش 3. بس دول نزلوا تقريبا من الزمالك. نزل من الأهلي، نزل بن رمضان دي 5، ابتدى يتحسن شوية بس لسه مستنيين أكتر منه. نزل مين تاني، نزل طاهر 6.5. نسيت أقيم اللعيبة في الشوط الأول والشوط التاني، معلش حقك عليا. قيم اللعيبة في الشوط الأول، شناوي 5، ياسين وياسر 7، هاني وكوكا. هاني 7، كوكا 8، عملش كويس.
مش افضل ماتشاته يعني، بس هو ماتش كويس. مروان عطية وديانج 8. مين تاني؟ زيزو 7. تريزيجيه 0، غايب تماما عن اسمه ايه ده، عن الأداء وعن كل حاجة، ومش في يومه الصراحة. جراديشار كان جراديشار ممكن 6.5، كويس يعني جراديشار. أما الزمالك كان يجي تقييم عواد صبحي باين. عواد 3. محمد إسماعيل اللي شايفه هو عمل ماتش كويس الصراحة يعني. و... واللي هيقلل تقييمه شوية إن هو غلطة الجون دي يسأل عليها شوية، ويسأل عليها الونش برضه. اسمه ايه ده؟ مين تاني؟ لا اسمه ايه، محمد إسماعيل 7. الونش 3. 16 ماتش كويس. فتوح 6. عمر جابر 3، مش أحسن حاجة برضه. شحاتة 7. مين تاني في نص الملعب؟ عبد الله السعيد 3. سيف فاروق جعفر 2. شوبانزا 0. عمرو ناصر 0. في حد تاني؟ ناصر ماهر 2. بس الشوط التاني حسام عبد المجيد 0 طبعا كالعادة، في إصابة تقريبا محمد إسماعيل. بس ده كان فيديو النهاردة. قبل ما أختم عايز أقول لكم حاجة كده. بشوف آخر فترة إن الفيديوهات مش أحسن حاجة، ما بتجيبش تفاعل، ما فيش لايكات، ما فيش كومنتس، ما فيش مشاهدات. في إيه الدنيا مالكم معاكم؟ في إيه؟ قولولي. في حاجة ناقصاني؟ مونتاج مثلا، عايزين نعمل مونتاج، عايزين نغير مكان التصوير بتاع، قولولي. أنا بنتناقش يعني، وإيه رأيكم في الكومنتس بتاعكم؟ تبقى إنها جميل كده، ما يكونش فيه شتائم أو قلة أدب يعني. بموضوعية، وهتناقش وهرد على كل الكومنتس يعني اللي هتجيلي. ده لو جه كومنتس يعني. بس عايز اعرف رايكم يعني، ليه ما فيش لايكات ولا فيديو ولا مشاهدات ولا اشتراكات؟ انتوا ايه مش عاجبكم الفيديوهات؟ اغير السيت اب؟ طيب اعمل سيت اب اعمل سيت اب ليا مثلا، او اروح استوديو اصور فيه؟ ولا انتوا شايفين ايه؟ اعمل القصه ايه؟ الدنيا ايه؟ الحوارات ايه؟ الدنيا إيه الكلام؟ المنجهة ايه الكلام؟ الدنيا إيه المنجهة اللي انا بقول ده؟ معلش، غايب عن الكاميرا بقالي فترة. الدنيا معاكم يعني، فعايز اعرف بس ايه نقطة التقصير اللي شايفينها في فيديوهات او محتوى يعني، عايزين نحسنها يعني. انا ممكن احسنها مع الوقت يعني هتيجي واحدة واحدة، مش احسن حاجة بس هتيجي يعني. عايز اعرف منكم برضه يعني. بس ده كان فيديو النهاردة. طبعا لو ما كنتش عملت لايك اعمل لايك، وما كتبتش كومنت رايق رايق زي كده، ايه انزل اكتب كومنت رايق، واشترك في القناة، وشير الفيديو على قد ما تقدر. بس كان معاكم عمر من قناة جميل. سلام.